السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأحبائي في كل مكان. صباح السعادة والونس على كل اللي بيسمعونا. صباح جديد وحكاية جديدة من حكايات راديو عالم تفرج. عارفين ساعات بنفتكر إن الليل مجرد وقت بننام فيه، وقت بنقفل فيه اليوم وبنقفل معاه كل الحكايات، لكن الحقيقة إن الليل له حكاية تانية خالص. الليل مش بس وقت للراحة، الليل ساعات بيبقى مراية بتورينا حاجات طول اليوم بنحاول ما نبصش عليها. وعشان كده أنا النهاردة جاي أقول لكم الليل مش دايما ستار. أوقات كتير الليل فاضح للمشاعر اللي بنخبيها طول النهار، فاضح للكلام اللي كان نفسنا نقول وسكتنا، فاضح للأشخاص اللي بنقول إننا نسيناهم لكن أول ما الدنيا بتهدى بنفتكرهم. طول اليوم إحنا في سباق، بنصحى نجري على الشغل، على المسؤوليات، على المكالمات، على المشاوير، بنقابل ناس كتير ونتكلم كتير وبنضحك كتير، بس هل إحنا فعلا مبسوطين طول الوقت؟ ولا أوقات كتير بنشغل نفسنا عشان ما نسمعش صوتنا؟ لأن أول ما بيجي الليل كل الأصوات بتهدى، وساعتها يظهر صوت واحد بس، صوتك انت، صوت قلبك. انتوا دلوقتي بتسمعوا راديو على ما تفرج مع محمد سعد. راديو على كيفك. رجعت لكم بعد الفاصل ونكمل حلقتنا، وخلينا نبدأ من بعد الفاصل بسؤال. تعرفوا ايه اغرب حاجة في الليل؟ انا اقول لك، اغرب حاجة في الليل انه بيخلينا نفتكر تفاصيل صغيرة جدا، مكان قعدنا فيه زمان، او اغنية سمعناها في وقت معين، ريحة قهوة كانت مرتبطة بشخص، كلمة قالها حد وما كناش عارفين وقتها انها هتفضل جوانا. يمكن علشان كده بعض الذكريات بتختار الليل عشان تظهر، لان النهار مليان زحمة لكن الليل فاضي، وفاضيته دي بتفتح إدراج قديمة جوانا. تلاقي نفسك فاكر صاحب قديم ما كلمتوش من فترة، تلاقي نفسك عايز تطمن على حد، أو تلاقي نفسك بتقول يا ريتني كنت قلت الجملة دي وقتها. والغريب إننا ساعات بنخاف من الحاجات دي، بنخاف نقعد مع نفسنا، لكن يمكن القعدة دي أهم قعدة، لأن الإنسان طول ما هو هارب من نفسه عمره ما يفهمها. الليل مش بيخلق الحزن، هو بس بيكشف اللي موجود. لو جواك فرحة هتفكر فيها، لو جواك حنين هتحسه، لو جواك وجع هتعرف مكانه. وعشان كده الليل مش عدو، الليل صاحب صريح مش بيجامل. انتوا دلوقتي بتسمعوا راديو على ما تفرج مع محمد سعد. راديو على كيفك. عارفين في ناس أول ما الليل يجي تمسك الموبايل وتقلب في صور قديمة، مش لأنها فاضية لكن لأنها بتدور على إحساس كانت فاكرة إنها نسيته. وفي ناس تفضل فاتحة شباك الأوضة تبص للشارع وكأنها مستنية حاجة مش عارفة إيه هي. وفي ناس تفضل تقلب بين الأغاني ولا أغنية تعجبها، مش لأن الأغاني وحشة لكن لأن اللي جواها ملوش لحن. وده اللي كنت أقصده لما قلت إن الليل فاضح. الليل بيفضح الحنين، بيفضح الندم، وبيفضح الفراغ، بيفضح الضحكة اللي كانت طول النهار مرسومة بالعافية، وبيكشف التعب اللي كنا بنخبيه ورا كلمة أنا كويس. الليل بيخليك تسأل نفسك أسئلة كنت مأجلها. أنا ماشي في الطريق اللي كنت بحلمه؟ طب أنا فعلا مبسوط؟ هو أنا اتغيرت ولا الظروف هي اللي غيرتني؟ الغريب إن الأسئلة دي بتفضل مستخبية طول النهار، لكن أول ما الليل يسكت هي اللي تبدأ تتكلم. انتوا دلوقتي بتسمعوا راديو على ما تفرج مع محمد سعد. راديو على كيفك.
حابب اقول لكم حاجة. ما تخافوش من الليل، وما تخافوش من الهدوء، وما تخافوش من اللحظات اللي بتقعدوا فيها مع نفسكم. يمكن الليل بيطلع حاجات كنا مخبيينها، لكن يمكن كمان يخلينا نصلح حاجات ناسيينها. يمكن يكشف لينا مين بنحبه فعلا، ومين محتاجنا نقرب منه، ومين محتاجين نسيبه يمشي بهدوء. النهار بيعلمنا ازاي نكمل، لكن الليل بيعلمنا احنا بنكمل عشان ايه. في النهاية الليل مش بيفضحنا عشان يحرجنا، الليل بيفضحنا عشان يرجعنا لنفسنا. قبل ما اختم اصدقائي، حابب اقول حاجة. في يا جماعة حاجة اسمها اصول وواجبات، ودي بتتحط قبل اي حاجة وقبل الخلافات بالاخص. يعني لما يبقى بينك وما بين حد مشكلة او مقاطعين بعض، بس الحد ده تعب او مر بظرف صحي او نفسي صعب، يبقى تركن بقى زعلك كده على جنب وتروح وتسأل عليه. ما تجيش تقول له اصل مزعلني وعمل فيا وسوى فيا، لانك ببساطة انت لو عملت كده ونسيت الاصول والواجب هتبقى زيه. لكن لما تتعامل باصلك فانت بتأكد لنفسك قبل اي حد انك نضيف من جواك، وانك عمرك ما بتتمنى الشر لحد حتى لو كان سبب في اذيتك. لان احنا ببساطة يا جماعة في الاخر احنا بنعامل ربنا. كنت معاكم انا محمد سعد، وده كان راديو على ما تفرج. استنوا ان شاء الله يوم الخميس القادم في نفس الميعاد الساعة 7 صباحا في حلقة جديدة وحكاية جديدة. سلام عليكم. هيبدأ دلوقتي؟ اهو اسكتوا بقى، عايزة اسمع. طب هاتوا الشاي بسرعة. رايحة فين مستعجلة كده؟ راديو على ما تفرج هيبدأ دلوقتي. طب استني. ياما حكايات عدت علينا، وياما ضحكة سابت لينا أثر جميل في قلب المكان، واحنا لسه بنحكي كمان. راديو على ما تفرج يا سلام، معانا أيوة أحلى كلام. ايوه طبعا احلى كلام. تعالى نسرح وسط الأحلام ونعيش حكايتنا من زمان. فاكر أيام ما كنا بنقعد هنا؟ إزاي أنساها دي؟ عدت سنين كتير قوي، بس الذكريات لسه زي ما هي. قولي بقى الحلقة الجاية هتتكلم فيها عن ايه؟ لا ده بعيني. ليه بس؟ علشان تستنى الحلقة. طب ماشي هنستنى. افتح شبابيك الذكريات، خلي الحكاية تاخدنا بعيد. ضحكة جميلة وصوت حنين راجع معانا من جديد. راديو على ما تفرج يا سلام، معانا أيوة أحلى كلام. عندكوا شك ولا ايه؟ تعالى نسرح وسط الأحلام ونعيش حكايتنا من زمان.